يا رب نكسب افريقيا يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ عندنا حلقه النهارده، يلا بينا. اول حاجه ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ليله الامتحان، وليله الامتحان اكيد ما عندناش امتحان فيزياء بكره، عندنا ماتش الاهلي بكره، عندنا ماتش مهم بكره، عندنا ماتش هيوصلك لنقطه وهي الاخيره في البطوله المفضله ليك. ده رقم واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين حضرتك، خليني افصص الحلقه دي جزئين. الجزء الاولاني اكلم الجمهور، والجزء التاني اللعيبه. انا شميت ريحه مش حلوه، عملت ماتش حلو اللعيبه كانت فايقه اللعيبه ادت مردود فوق ال 200% ودي حاجه تحسب للعيبه كلها عشان كانت على ارض سان داونز. والماتش ده بالذات ما كانش همك الفوز على قد ما كان همك ان انت تطلع على الاقل باقل الخسائر عشان لما تيجي هنا القاهره تلعب براحتك. طيب لما الموضوع ده كله يكون في صالحك وانت فايق وحاطط تشكيله غير متوقعه بس فاجئتنا كلنا، ولما التشكيله اتحطت في غضب كبير قوي جه من الجمهور، وما كناش متوقع ان التنفيذ كده على ارض الملعب. بص حضرتك، انا هتكلم الجمهور دلوقتي واخلي موضوع اللعيبه للاخر عشان ليا شويه نصايح وشويه حاجات انا هقدمها للعيبه. حضرتك انت كجمهور اتفرجت على الماتش وارتحت، ولقيت فرص، ولقيت لعيبه، ولقيت ارتكاز، لقيت لعيبه متناسقه، لقيت اللعيبه واقفه على رجليها، لقيت اللعيبه. لا انت قدمت مردود كويس، انت قدمت ولقيت لعيبه نفذت اللي اتقال، ولو ما نفذتش اللي اتقال فهي طلعت باحسن صوره. ده رقم واحد. رقم اتنين حضرتك، ما ينفع، مش دي الفرقه اللي انت تدخل قدامها مطمن. يعني مش دي الفرقه اللي انت تقول ايه، بس خلاص انا بابا ما انت كده كده بابا البلد. بس مش من عادات النادي الاهلي ان هم يستهزوا بالخصم، مش من عادات النادي الاهلي اللي هم يستقلوا باي حد، بالذات صن داونز. بالذات صن داونز فرقه كبيره، ما زالت وكانت وهتكون وهتفضل فرقه كبيره، محدش ينكر ده. بس اللي انا حابب ان انا اقوله لك كجمهور، ما ينفعش تاخد الدفعه الثقه دي عشان بتوصل للاعيبتك. فكره انك تكون واثق انت طالع 0-0، يعني انت فاهم احنا بنتكلم في ايه؟ انت اصلا طالع 0-0 من هناك، يعني انت مش كسبان واحد واثنين وثلاثه، انت طالع 0-0. يعني انت ما عملتش حاجه، واحنا حرفيا ما لعبناش حاجه. احنا لعبنا شوط هناك وشوط هنلعبه في استاد القاهره. استاد القاهره رعب، هتلعب مع جمهورك، هيرجع لك سلاح قوي اسمه وسام ابو علي، ان استاد القاهره ده رعب لاي فريق في الدنيا. بس معلش، معلش، الغلطه بفوره، لا مش فوره، الغلطه ببطوله، والبطوله لو راحت مفيش كاس عالم للانديه، ومفيش رقم قياسي هيتكسر. اللي هو هيتكسر ايه؟ ده اول مره يتحقق انك تاخد 3 بطولات على التوالي، ودي ما حصلتش ومش هتحصل. لو حصلت على ايدك انت المره دي مفيش فريق في القاره هيعملها. انا بقول لك اهو المنظور العام دلوقتي، مفيش فريق يقدر يعمله اللي بيعمله الاهلي في قاره افريقيا. فبعد اذن حضرتك لما تخش في حاجه ليها علاقه بالسوشيال ميديا او ما تكونش مندفع. عملنا ماتش كويس، عملنا ماتش كويس، بس على الاقل احترم خصمك. احنا بنحترم الخصم بس مش لدرجه الاستهزاء. انا مطلوب مني ان ادافع كويس، وامسك كوره واجيب اجوان التلاته. ادافع كويس لاي غلطه، الهدف بهدفين هيبقى في صعوبه في التعادل. ده رقم واحد. ان انت محتاج تمسك كوره عشان انت في استاد القاهره، مفيش حد في الجمهور هيقدر يستحمل فكره ان انت قاعد. انا يعني ايه الفرقه اللي جايه على ارض هي اللي مستحوذه؟ الشغل اللي حصل في سان داونز هناك وفي جنوب افريقيا هناك ما ينفعش يحصل هنا. انت مفكر ان اللي هيحصل هناك هيحصل هنا؟ لا، انت هنا على ارضك وما بين جمهورك وعلى اقوى استاد في القاهره وفي مصر بحالها. ما ينفعش ان انت تكون سايب الكره للخصم وتلعب على الهجمه المرتده، لا. فبالتالي حضرتك لما تكون قدام حاجه زي كده تكون واخد بالك كويس جدا 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 ان انت قدام فرقه مش سهله. انت قدام فرقه بتدافع كويس وبتهاجم كويس وبتمسك كوره. انت الاستحواذ
في ماتش الذهاب كان 72%. انت معايا؟ كان 72%. يعني احنا ما كناش موجودين من حيث الاستحواذ. كنا لما بنمسك الكوره بنحسسهم بخطوره، بس احنا ما جبناش اجوان. هم استحوذوا من غير خطوره، وال... والاندفاع بتاعنا او الهجمات المرتده بتاعتنا ما كانتش جايه بناتج. ربنا ما وفقناش في الكذا فرصه اللي جت، الواحده بتاعت العارضه بتاعت جراديشار، ولا بتاعت اشرف بن شرقي لما نزل بديل. وخليني اكلمك في اشرف بن شرقي شويه. اشرف بن شرقي، بس خلينا نخلي اشرف بن شرقي في الاخر. خلينا في التشكيل. التشكيل انا من رايي تلعب بنفس التشكيل لسببين. السبب الاولاني حضرتك، انت قدمت مردود كويس ومنظر كويس يليق بالنادي الاهلي. ده من ده كده وانت هناك. ده انت عملت المشهد ده وبال 11 اللي نزلوا الملعب ده وانت هناك، وشمس وضغط ورطوبه والكلام ده كله، وفي لعيبه اول مره تلعب اصلا قدام سان داونز. بس معلش لما تنزل بنفس الدفوع ونفس الاحتياجات ونفس الاحلام ونفس الطموحات ونفس يعني بص، كل الحاجات اللي انت كنت بتطمح فيها في الذهاب انت كده كده لازم تطمح فيها برضه في العوده. بس هتلاقي تشجيع اكتر، هتلاقي راحه اكتر، الجو مساعدك اكتر، الجمهور اللي حواليك هيساعدك اكتر واكتر واكتر واكتر. الجمهور اللي هيبقى موجود، انا مش عايز حد يتكاسل ولا يمل في اي لحظه في الماتش. وبعد اذنك، حتى لو هتروح بعد صلاه الفجر، بعد اذنك وفر تشجيعك لما تكون في الاستاد. وفر تشجيعك ومجهودك وحنجرتك وصوتك وكل اللي حواليك لما اللعيبه تنزل تلعب او لما تبدا التمرين. عايزك، بص، انا عايزك انت تكون اهم من اللاعب نفسه. انت اهم من اللاعب كده كده. وانت اللي هيكون، لو باذن واحد احد، باذن واحد احد، باذن واحد، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله، لو عدينا ماتش زي ده، انت بالنسبه لك 70% من قوه الماتش كله. فبعد اذنك ما تحاولش تتكاسل في حاجه زي كده. ده من حيث النقطه الاولى لما كلمنا الجمهور. خليني بقى اروح للعيبه. حضرتك لما نزلت اشرف بن شرقي في تبديل، عمل لك كام لقطه وحسيت ان وجوده كويس جدا جدا في الملعب. لما نزلته بديل امتى؟ كان نازل فايق امتى؟ في اواخر الماتش. انا مش عايز دي. بص، هو في كذا تشكيله قدام كولر وفي حيره كبيره. مطلوب منك انك تدافع ولا تمسك كوره عشان الجمهور، ولا تسجل بدري، ولا كله الا التسجيل بدري؟ لا، ده كله الا التسجيل بدري. انا بالنسبه لي الماتش ده هيبان ملامحه كلها في اول ربع ساعه. ال90 دقيقه كلها مش همني على قد ما هممني اول ربع ساعه. اول ربع ساعه اللي هتبين شكلك، اول ربع ساعه اللي هتبين استحواذك على الكوره، اول ربع ساعه اللي هتحارب بكل ما اوتيت من قوه عشان اول هدف. اول هدف ده بالنسبه لك هيهمد مش هيحمس. هما كده كده جايين اصلا وركابهم بتخبط في بعض. جايين لك قبل الماتش ب4 ايام. بس لا، امسك رجلك وامسك كوره والعب على لعبك العادي. انت ما عليكش اي ضغوط. انت ما عليكش اي ضغوط غير انك اول بس ما تجيب الجول. انا عايز الهدف الاولاني. الهدف الاولاني هو اللي هيحمس الجمهور، هو اللي هيحركك انت كلاعب، هو اللي هيخليك تستحوذ على الماتش، هو اللي هيخليك نفسيا زي ما بنقول كده تركب المباراه. ده من حيث اول ربع ساعه. بقيه الماتش حضرتك امسك كوره، ما تحاولش تطلع حاجه غلط من رجلك، ما تستعجلش على الكوره. انت ما عليكش ضغط. انت جربت على ارضهم وفي توقيتهم المقرف اللي انت اصلا ما بتحبوش ولا في اي نادي في القاره بيحبه غير سان داونز، ولقيت نفسك ماسك كوره. ده كان في تلاتات واربعات وسبعات ومثلثات ومربعات في الذهاب هناك. لا احنا لعبنا، لا وأدينا. بعد اذن حضرتك يا كولر، يا كولر، بالله عليك، بالله عليك يا اخي، لو كنت ماشي فاعمل لك حسنه طلع منظرنا قدام الناس كويس. طلع تشكيله توقفنا على رجلينا. خلي تشكيلتك متزنه. مش بقول لك الهوبا هاي، انا بقول لك خليك متزن، خليك على ارض الواقع متزن. انا عايز تشكيله تاكل النجيله. حلوه دي. عايز عايز تشكيله تاكل النجيله. انا مش عايز منك اكتر من كده. الشناوي، ركز الله يبارك لك.
انت احسن حارس في القاره. انا مش بقول، بص انت احسن حارس في القاره قولا وموضوعا، واي حد يشكك في قدراتك ده يبقى عنده مشكله. وربنا يوفقك، وان شاء الله الماتش ده يعدي على خير. محمد هاني قدمت مستوى كويس جدا 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 في ذهاب العوده، بس بعد اذن حضرتك بلاش فزلكه. تزعلش مني، بلاش فزلكه. الفزلكه كانت هتلبسنا جونين بسبب ان انت عايز تعدي كوبري، كوبري و3 العصر وفي بريتوريا وعلى صن داونز وانت مش كسبان. محمد هاني اعقل الله يبارك لك، الهدف عندنا على ارضنا احنا بهدفين، فبالله عليك بالله عليك تركز. رامي ربيعه كل الامال كل الامال كل الامال، وربنا يوفقك انت واشرف داري. اشرف داري اللي بيقدم من احسن مستوياته، اللي انا ما كنتش متوقع بعد اصابته ان هو يرجع بالمستوى ده. مصطفى العش ركز، قدمت مستوى كويس، قدمت مستوى واحسن 90 دقيقه انا شفتهم منك من ساعه ما جيت الاهلي. انت قدمت 90 دقيقة فيها رجولة وشراسة هجومية وقلب دفاع، وبص انت قدمت كويس، صورة كويسة. اللعيب اللي هيقدم لي حاجة كويسة هسقف له. اللعيب اللي هيحس انه بيهزر، مش حاسس بقيمة ال 90 دقيقة اللي في ايده، مش حاسس ان هو بيصنع تاريخ لنفسه. لو انتوا مش حاسين ان ال 11 او الفريق كله ككل، من اول رئيس مجلس اداره كابتن محمود الخطيب اسطورتنا لحد اقل واحد في النادي، ان احنا بنصنع تاريخ مش هيحصل تاني، مش هيحصل تاني. فيا ريت نركز. ده تاريخ انت بتسطره، ده تاريخ انت بتكتبه لنفسك، تاريخ مفيش فرقه في القاره تقدر تحلم بيه. 3 مرات على التوالي، 3 مرات على التوالي، وده رقم الله المستعان. نيجي بقى لنص الملعب. نص الملعب احمد رضا، مروان عطيه، وامام عاشور. بص انت في ماتش الذهاب عملت ماتش عمرك، واحسن ما يعني احسن مستوى اتقدم من مروان عطيه، اللي هو مبدا ايه؟ يا انت يا الكوره. انا عايزك تمشي بالمبدا ده، يا انت يا الكوره. عملت مستوى ولا اروع، فبعد اذن حضرتك انا مش عايز اقل من كده، مش عايز اقل من كده. واحمد رضا كفيت ووفيت، لمستك، نظراتك، شوف مين بيفتح معاك، انجز حالك بسرعه، طلع الكره من رجلك بسرعه. انا عايز رتم الماتش تك 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 تك، بحيث ان انت تخطف الهدف سريع سريع. ما تحاولش انك تجمع الكوره وتنقل واحده اتنين تلاته اربعه، الوقت بيروح منك. لا انا عايز اخطف الماتش سريع سريع. تمام. امام عاشور انا ما ينفعش اتكلم عنه. امام عاشور انا ما ينفعش اتكلم عنه. جماعه، رضا عبد العال لما كان طالع مع ابراهيم فايق قال لك ميسي ده احنا ما ينفعش نتكلم عنه، هنخش النار. امام عاشور انا شايف ان احنا ما ينفعش نتكلم عنه. اناني ساعات بتروح منه، بس امام عاشور احسن لاعب في الفريق، احسن لاعب في مصر، احسن لاعب في افريقيا، احسن لاعب في الدول العربيه كلها. فمحدش يناقشني في امام عاشور. امام عاشور الورقه الرابحه كانت وبتكون وهتكون احسن ورقه رابحه في البطوله كلها. قدام جراديشار، اشرف بن شرقي، وسام. انا مش عارف الثلاثي اللي قدام ممكن الدنيا تمشي ازاي، بس بالله عليكم، بالله عليكم يا جماعه، بالله عليكم. انتوا انتوا اكيد حاسين باللي احنا حاسين بيه. انتوا بتكتبوا تاريخ. بعد اذن حضرتك، بعد اذن حضرتك تنزل الملعب. انت مش معتمد حد، انت احسن لعيب في افريقيا، وانت موجود في احسن نادي في افريقيا، انت موجود في النادي الذي لا يقهر. افهم الكلام، افهم الكلام، قدر قيمة التيشيرت اللي انت لابسه. انتوا على اعتاب حاجة مش بتحصل كل مرة، ولا هتحصل تاني. يعني لو حصلت تاني هتبقى على ايدك انت. اكتبوا التاريخ، اكتبوا التاريخ، اكتبوا التاريخ، عشان انتوا الجيل اللي هيقول عليكم انتوا اللي كسبتوا الفريق المرة الثالثة على التوالي افريقيا. انتوا اللي هيتقال عليكم ان انتوا ما هبتوش صن داونز في بريتوريا وعملت ماتش عمركم هناك، بس غاب التوفيق عن الفريق. انت هتنزل الماتش ده يعني بص، باستثناء اي حاجة سلبية، انت احسن لاعب في الدنيا،
انت احسن لاعب في الدنيا، هتنزل هتأدي ما عليك، هتعمل شغلك، هتكسب. سهله وبسيطه. ال 35 او ال 40 الف اللي هيكونوا موجودين في الاستاد هيهزوا الملعب. ال 45 ولا ال 30 ولا ال 40 ايا يكن ايه العدد اللي موجود، دول ما ينفعش يروحوا زعلانين. انت في اسم النادي الاهلي، وبتلعب باسم النادي الاهلي، وبتلعب لتاريخك، وبتلعب لشخصك، بتلعب لمجد. لا مش انا اللي هقول لك. لا لا. بص، العب، العب واكسب. مش عايز منك غير ان انت تكون راجل، تكون عارف حجم المسؤوليه اللي انت داخل عليها، تكون فاهم ومدرك كويس قوي انت في انهي منطقه. فبعد اذن حضرتك تخلي بالك كويس جدا جدا جدا، وربنا يوفقكم. من اول الشناوي، هاني، ربيعه، داري، العش، مروان، امام، رضا، جراديشار، وسام، اشرف بن شرقي، ايا يكن مين اللي هينزل، ايا يكن مين اللي هيطلع، ايا يكن مين اللي على الدكه. من اول كابتن محمود الخطيب لحد اقل واحد في النادي، لحد اعلى واحد، اعلى فئه في الجمهور، لحد اقل فئه، كلنا وراكم. كلنا وراكم. اصنعوا التاريخ للنادي الاهلي. انتوا الامل فيكم، وانتوا بعد ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه هتكون بين ايديكم انتوا. وبعد اذنك فرح الجمهور اللي جاي لك، اكتب اسمك في كتاب التاريخ الذي لا يغلق، لا يغلق امام النادي الاهلي. ولو انت موجود في الحلقه لحد دلوقتي، بعد اذن حضرتك ما تنساش الاشتراك، ولو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش انا ما يهمنيش، اهم حاجه عندي ان انا شفتك. وبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، ولينا حلقه باذن واحد احد ان شاء الله ان احيانا الله بعد المباراه، نتكلم عن التفاصيل، نتكلم ونحتفل مع بعض باذن واحد احد على المكسب والصعود لنهائي افريقيا للمره الثالثه على التوالي. سلام عليكم.